حمام من زمن تاني. الحمام ده مش معمول ولا من البورسلين ولا من الرخام ولا من الخشب، الحمام ده معمول من الإزاز. اختيارنا هنا للمرايات والإزاز كباك جراوند أساسية للحيطة وقدامها المرايات دي بالباك لايت كان أول سبب إن السبيس هنا طويل وصغير، فعملنا السبيس بالمرايات عشان يدي وسع. والمنطقة الوحيدة اللي معمولة من البورسلين هي المنطقة السفلية بس عشان خاطر الديورابيلتي والمية والكلام ده كله. لو خدت بالك هتلاقي الأحواض معمولة من الفايبر باللون الأحمر والجولد، الخلطات من الجولد والأسود، لأن العميلة بتحب جدا اللون الأحمر ودي الايدنتيتي بتاعتنا الأساسية للبيت. وبعد كده بنخلص من الواشنج اريا وندخل بعد كده على الحمام الرئيسي أو حمام الضيوف. دي كانت الفكرة الأساسية بتاعت الحمام اللي عملناها في أحمد فكري ديزاينز من زمن تاني. وخليني أقول لك إن اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالإيه؟